السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. النهاردة عندنا يومنا عبارة عن المطبخ بس. النهاردة بقى هنجيبوا مشتريات بتاعة الشهر هنفرزوها مع بعضينا. عندي بقى مواعين، عندي تنظيف بوتاجاز، تلاجة، يعني ارضية. هنظبط الدنيا وهنفور كده عندي المطبخ. النهاردة بجد فيديو قوي جدا جدا. اسمعي الفيديو من اخره، هتستفادي منه كتير ان شاء الله. يلا بقى، فين اللايك بتاعك الحلو كده؟ حطي لايك من ايديك الحلوه، واشتركي في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. طبعا انتوا شايفين بقى المواعين دي متبهدله عندي، وعايزه بقى ايه، اظبط المطبخ كده قبل ما انام. طبعا الساعه كانت دلوقتي 10 بالظبط. بدأت من الساعة 10، كنت مخلصة الساعة 1 بالليل. عايزة اقول لكم انا كنت خلاص بقى فصلت. البنوتة تعبتني جدا عشان بالليل بقى هي خلاص عايزه بقى حد يقعد معاها، عايزه حد يلعب معاها، يعني ربنا المستعان. عايزه اقول لكم الفيديو ده بجد تعبت فيه جدا، يعني بجد مستحق لايكات كتيره جدا ومشاهده كبيره جدا ان شاء الله. طبعا هنا خلاص بقى لميت بقى المواعين. النهارده هفور المطبخ معاكم. طبعا لميت المواعين كلها وقلت ايه، ادعك بقى الكوبايات اللي هي الاول وبعد كده الصيني، وببدا ايه، اظبط كده المواعين في الدعك. بدعكها كويس جدا واظبط كده، وبعد كده ببدأ اشطفها واسيبها تتصفى. طيب عايزة اقول لكم يا بنات، النهاردة يعني جبت بقى الفراخ، بس دي الفراخ بقى دي تربية البيت، وعايزة اقول لكم دي اول مرة اربيها، ومش عايزة اقول اللي هي اخر مرة. في ناس هتقول لي ليه، هقول لك. عشان انا يعني جبت 15 كتكوت، ناس مات مني كتير، ماتوا يعني من ال15 قعد لي 11، والباقي كله كان بيموت هو وكبير. طيب وزنه بيطلع قد ايه؟ اخره كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع. كون ايه، كون كبر، يعني كبر كده خلاص اخره كيلو ونص. معرفش. اللي عايزه اقول لكم نصيحه مني، ما تربوش في شهر 7 ولا شهر 8، وفي الشتاء ما تربوش في شهر 1 ولا 2. عايزه اقول لكم التربيه بجد بيموت في الشهور دي، ما بيستحملش من الحر او السقعه. طبعا احنا وماما كنا مربينهم في البيت. طبعا بجد يعني تربيه البيت غير اللي بره خالص. الطعم بقى حلو جدا جدا وبقى مسكر كده، غير لما بتشتريها من بره كده. في المزارع بقى بيحطوا ادويه وبيحطوا ابر والكلام ده كله، يعني ربنا المستعان. طبعا جبت 15 كتكوت وربيتهم مع ماما. عايزه اقول لكم انا خسرانه فيهم 1500. عايزه اقول لكم طبعا لما كان بياكلوا بيموتوا هم ويكبروا، يعني بعد ما كبروا طبعا ايه، اكلوا بقى بادي واكلوا حاجات وجايبه لهم ادويه وجايبه لهم كل حاجه، يعني هتحسبيها. بس الحمد لله يعني. بس عايزه اقول لكم ذبحتهم والله صغيرين. انا زعلت جدا عليهم عشان كنت متعشمه ان انا اخدهم بقى الكبار، هعمل منهم بقى بانيه، هعمل منهم شاورما، هعمل منهم وراك، يعني كنت ناويه ان شاء الله اظبط منهم الدنيا. بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني ذبحتهم هم وصغيرين، بس الحمد لله يعني. طبعا هنا خلاص بقى خلصت بقى المواعين كلها ودعكتها وسبتها تتصفى، ورصيت المواعين بقى كل حاجه مكانها كده، ولميت الازاز ورحت غسلاها ورحت ملياها، قلت ايه عشان تسقع كده والجو حر. طبعا هنا بقى مسكت البوتاجاز لمعته زي ما انتم شايفين بقى من فوق ومن تحت والعيون، وظبطتها وكده، وببدا انشف وابدا احوش الاول الريم، وببدا اشطف الفوطه تاني، وبرجع بالميه برضو اروح مسحاها، وبعد كده اجيب بقى عندي فوطه قطن، وببدأ انشفها كويس جدا. خلاص كده نشفت البوتاجاز عندي. طبعا عندي هنا بقى الرخامة متبهدلة من ناحية اكل ومن ناحية الرخام. عندي اللزق اللي انا حطوه ده اتقشر كده وباظ، قلت ايه اغير له بقى اللزقة. بس انا حطيت فوقيه بصراحه عشان اللزق النوع اللي انا جايباه ده مش حلو، وفي نفس الوقت كان رخيص بصراحه، مش غالي، مش اللي هو اللي نازل جديد ده دلوقتي، لا انا جايباه من فتره. طبعا هنا خلاص ببدا ايه انشف بقى الرخامه عشان اللزق عندي يلزق ومبقاش فيه نقطه ميه. طبعا انا عامه بحب انشف كويس جدا الرخامه، ما بحبش اخليه فيها نقطه ميه. طبعا هنا خلاص ببدا الزق اللزقه كده. عايزه اقول لكم بجد حسيت التغيير بجد يعني، واني حاطه اللزقه بس
بس مش حطيت حاجة تاني، بس بجد حسيت يعني تغيير في المطبخ. طبعا هنا خلاص بقى رصيت الحاجة مكانها على الرخامة، بس قبل ما بحطها اكون مسحاها كده وملمعيها. طبعا هنا بقى بنشف الرخامة كويس جدا من المية. طبعا عايزة اقول لكم نوع الرخام ده من الرخيص، بس عايزة اقول لكم انا محافظة عليه، ما بخلوش فيه نقطة مية، على طول مسحاه باول باول كده وخليه ناشف كده. نوع الرخام ده من اللي هو بيتخرم وفي نفس الوقت لونه بيغمق. عايز اقول لكم انا عندي لونه فاتح مش غامق، بس ايه ليه؟ عشان انا بنشفه على طول. طبعا هنا خلاص خلصت بقى البوتاجاز والارضيه بقى كانت متبهدله عندي خالص. لميت بقى الارضيه وسيقتها كده، مش سيقتها اللي هو بالشرشوبه بس بصراحه يعني، وكنستها كنسه حلوه. وخلاص كده خلصت، وهبدا هنا بقى هغسل الفراخ. عايزه اقول لكم بجد انا يعني الحمد لله كنت زعلانه، بس الحمد لله يعني احسن من غيرنا كتير. عايزه اقول لكم انا ماما مات منها 22 كتكوت، كانت جايبه كميه بقى، عشان طبعا ماما بقى عيله وفي نفس الوقت احنا بنروح انا واخواتي واختي وبنتجمع وكده وبتعمل لنا. بس عايزه اقول لكم يعني الحمد لله. طبعا دي كنت اول مره اربي فيها، وعايزه اقول لكم انا مش عايزه اقول اخر مره، ليه؟ عشان انا بحب تربيه البيت بصراحه، ليها طعم تاني، ليها نفس تاني. طبعا هنا كنت جايبه كيلو الا ربع من الكبد والقوانص، على الكبد والقوانص اللي هم بتوع الفراخ، يعني كانت 12 11 من الكبد والقوانص من الفراخ يعني وكده. طبعا هنا يعني كيستهم، رحت شطفهم الاول غسلتهم غسله حلوه، ورحت حاطه لهم بقى ليمون وملح، وسبتهم كده نقعوا شويه وكده، وبعد كده ايه ابدا ايه اشطفهم شطفه تاني وانزل منهم الملح والليمون وابدا اكيسهم. طبعا هنا بنضف بقى الفراخ اللي هي الاقيها الصغيره خالص كده، ببدا احط اتنين كده مع بعض، ودول هخليهم للحشو، والوسط كده ببدا ايه اخليها للشوي، والكبيره شويه هي مش كبيرة، هي يعني اخرها كيلو ونص. كيلو ونص وكام جرام، بس ما بتزيدش اكتر من كده، وكان بيموت لو كبرت اكتر من كده كانت بتموت. وان ماما كانت بتربيها قبل كده بتوصل معاها ل3 كيلو الا ربع ساعات 3 كيلو. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله. بس هو عايزه اقول يعني انا قلت لكم هو شهر 1 وشهر 2 وشهر 7 وشهر 8 مفيش حد يربي فيهم. طبعا انا هنا خلاص كده نضفت الفراخ كويس جدا، من كل حاجه من جوه ومن بره كانت فيها ريش ولا اي حاجه. انا طبعا منضفاهم عند الراجل بصراحه، بس ايه يعني بحب ايه اللي هو بنضف بقى التنظيفه اللي هو خلاص على الاكل يعني، وانقعهم واظبطهم وكله يعني خلاص اكيس، وبطلع بقى من الكيسه كده يا دوبك اشطفها كده واحط على الاكل على طول. ما اقعدش بقى انضف من اول وجديد وكده، ما بحبش اعمل كده خالص. احب احط الحاجه عندي في الفريزر تكون متنضفه كده وجاهزه على الاكل على طول. طبعا هنا حطيت شويه ليمون حلوين كده عصرتهم، وحطيت حبه ملح ونقعتهم كده وسبتهم زي ربع ساعه. رحت ايه ببدأ ايه اشطف واروح ايه مكيساهم. طبعا هنا الكبد والقوانص عملتهم يعني الكيسة نص كيلو، قلت حلوة كده انا والاولاد وزوجي. طبعا هنا خلاص بحط هنا بقى قناصايه وكبدايه، وهنا نفس النظام، وببدأ ايه اكيس عشان ما عنديش ميزان يعني بنظرة عيني كده. خلاص كده هنا ببدأ اكيسهم، وببدأ ايه اكيس بقى الفراخ. طبعا هنا كانت فرخة يعني وسط، وفي التانية صغنونة خالص، رحت حطهم كده مع بعض، قلت دول ايه في يوم كده ايه احشيهم. طبعا دي يعني بتوع الشهر اللي انا عامله حسابي اللي هم بتوع الشهر. يعني مره بقى مثلا اعملها بشوربه، مره بصينيه بطاطس، مره مشوية، مرة بالفريك يعني كده ايه الدنيا بتظبط. وبس مش على طول يعني فراخ، لا احنا بنخلو مثلا يوم عشوائي، يوم اكلة حلوة، يوم يعني بنظبط الدنيا وكده. خلاص كده كيستهم ورحت احطهم في الفريزر، وببدأ ايه احط بقى حبة خل كده عندي على الرخام عشان مكان الزفار ولا حاجة تبقى ايه قبل ما انام كده، واحط راسي على المخدة بقى ايه المطبخ عندي متشطب كده، واحس براحة نفسية جدا. طبعا هنا خلاص كده مشطبة بقى المطبخ معاكم. كان ده فيديو النهاردة.